أكلة السفرجلية كتير في ناس بتعملها، نحن عملناها على طريقتنا، واليوم بدنا نقدم لكم إياها على الطريقة الحلبية، لأن كتير ناس بتقول لي أبو ضياء الطريقة الحلبية أفضل. هالمرة بدي أجربها وأعطيكم رأيي فيها. اللي بلزمني هون لحمة، قد ما بدكم تكتروا لحمة على قولة الحلبية بتكتروا كيلو كيلوين ثلاثة، يعني أنت وجيبك السفرجلية بتشيل لحمة موزات أو شقف اللي بدك إياه متوفر تحت إيديك، بس نحن راح نحط فقط نص كيلو لحمة. وهن بيحطوا دهنه، نحن بنحط زيت زيتون، بس هذا الفرق سامحوني فيه جماعة حلب، لأني أنا بحب زيت الزيتون أكتر. راح نفضي مباشرة على الطنجرة هالكمية هاي، وننزل بعد منها مباشرة اللحمة لحتى نحمسها حمسة صغيرة، وبعد منها راح نسلقها ونلم زفرتها. هذا الفرق بينه وبين الحلبية، بس اللحمة حاليا والزيت بس هيك تحمست ومشي حالها، بنصب لها ميتها ومنعيفها تنسلق. وراح ننتقل للطرف الثاني اللي هو السفرجل. السفرجل اي نوع سفرجل متوفر تحت ايدكم بيشتغل، وطعمته راح تكون رائعة جدا على كفالة شخصية. السفرجل بتقطعوه بهالشكل هذا، واكيد كلكم بتعرفوا، ولا الستات الجداد اللي مثل ما بيقولوا صار عندهم هن بده يصيروا ستات بيوت ما بيعرفوا، بننظفه بهالشكل هذا، بناخذ منه العقب نهائيا، تمام، وبنفرمه بهالشكل. بدكم قطعة كبيرة بدكم صغيرة، بس أنا بفضل 3 حبات، تمام. هيك لحتى نخلص السفرجل بشكل كامل. واللحمة بتكون عنا هون عم تجهز. بتعرفوا إنه هلا قايم على طبختي، واليوم أول يوم برمضان، وهي أذان الظهر اشتغل، يعني هلا مباشر بالطبخة أذان الظهر، فيا دوبي أنا عم بصور خلصها للمساء. أما الصبايا ممكن يشتغلوها قبل بساعتين عشان يضل الأكل سخن، وكل واحد حسب هو ما بيحب. راح نكمل تقطيع السفرجل وتنظيفه بشكل كامل لبين ما تصير عندنا اللحمة جاهزة، بيكون التوقيت كله تمام التمام. شايفين؟ هات 3 حبات، وفيكم تكبرون أكتر. بسم الله ما شاء الله. هلا اللحمة عندي هون كل شوي هيك وأنا عم بقطع بقلبها لحتى تنحمس بشكل جيد جدا، وبس انحمست بضيف لها مي ونتابع مرحلة العمل. يعني ضلت حبة سفرجل واللحمة رايحة تستوي. هلا بدي احط لها المواد العطرية اللي بتروح الزنخة اللي هي الغار، وحبة هال اختيارية. شايفين اللحمة كيف احمريت هون؟ طبعا لحمتنا قليلة، عاملين درويشة نحن، وكل واحد حسب جيبه مثل ما حكينا. هلا راح نضيف المي، بسم الله، تقريبا لتر مي بس ليغمر اللحم، ونتركه لحتى يستوي للأخير. ونكمل حبة السفرجل اللي ضلت عنا، ونجهز باقي المواد. شايفين حبة السفرجل كيف سويته بشكل خشن مشان ما يدوب معي، وهي حبة السفرجل الأخيرة. راح خلصها بتكون استوت اللحمة تقريبا، بدها شغلة 10 دقايق هي عم تغلي، ومباشر تطبيق السفرجلية. وهي كرمال عيون الحلبية. ايش شو الاخاي، لا تفكر مطبخك مو عريق، والله مطبخك عريق وكبير، وكل سوريا اخذت منه، وإن الفخر ناخذ من المطبخ الحلبي ونجرب طبخاته طبعا. ولو حكينا هيك شوي عن الحلبية، كتير بيجيلي تعليقات: ابو ضياء انت حلبي؟ بقول له لا. بقول شلون كنا نفكرك حلبي وبعدين طلعت مالك حلبي؟ طيب انا عايش كل عمري بحلب، ولدت بحلب، وتعلمت بحلب، فيعني الصراحة مدينة حلب إلى وقع خاص في قلوبنا، حتى ذوق العام كله صار عنا. فدائما الدوم في بعض الشغلات الناس بتفكر انه هي حلبية بتكون ما لها حلبية، او بتكون هي ادلبية بس ما لها حلبية، او بالعكس، يعني بتعرفوا شلون. ففي كتير ناس تقول لي: ابو ضياء شلون هيك انت ضحكت علينا؟ يعني نعني عفوا، نعني لا، انتوا عيوني لإلكم اهل حلب، وصار نزلت اكثر مرة لعندكم. هاي السفرجل راح يصير، وانا والله تعرفوا شغله، بحبكم من جوات قلبي. وهلا بس تستوي هيدا افرجيكم شلون على الافطار بحبكم. ترى اخذ علي الصيام، ها معلش ايش ما حكيت خربطت كذا لا تزعلوا. بعد تقريبا نص ساعة اللحمة عندي استوت، وهلا بدي ألم الزفرة إذا طلعت زفرة. بس الصراحة اللحمة البلدية هاي كتير مرتبة، فما أعتقد فيها الزفر يعني. وأنتوا اللحمة إذا طلعت عندكم فيها زفر شيلوه، تمام. احنا شلنا مثل ما يقولوا مطيبات. شايفين ميتها أحلاها، بسم الله ما شاء الله مثل الحليب. وهي لحمتنا
يعني تقريبا استوت. نعمل تيست. اوه رائعة جدا. انا شايف. هلا بنكمل تطبيق السفرجلية. وهلا دور السفرجل، بس اكيد ما بننزله مع ميته، بنصفيه وبعد منه بنضيفه. واذا سالتوني ليش بنحط السفرجل في المي، وقالكم السفرجل بنحطه بالمي يا شباب يا صبايا مشان ما يسود معنا. هذا هو السر. بنفس الوقت نحن بنكون غاسلينه يعني. شايفين؟ هاي السفرجلاتنا جاهزات، وهي الطنجرة بننزلها من على النار مشان هيك نروق نحن وعم ننزل المواد. انا ما راح استخدم معجون الطماطم، راح استخدم مغلي البندورة مثل ما حكيت عنه بالفيديوهات السابقة. راح نزل هذا بدال معجون الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل كامل. تمام. وفي عندي هون رمان، عندي تقريبا كاس ونص رمان. وفي عندي نص كاسة دبس رمان. يعني هاي هيك بطبقوها جماعتنا اهل حلب. شايفين؟ وبنحركها لحتى تذوب المواد كلها مع بعضها. شايفين؟ يا عيني على المنظر هذا. بس لسه هلا باشرنا مثل ما يقولوا. هلا لحتى بدأ الشغل. نجي للتومات. في عندي هون تقريبا 6 اسنان توم وراس توم. بنحط له شوية ملح لأني حالف التوم ما بندق إذا ما حطيت له ملح. بندقهم بننزلهم. بسم الله. يا أخي مدق التوم البلد. كل شيء هون بسوريا سبحان الله بتلاقي نكهته وطعمته غير. حطيت مضربان تقريبا لتر وشوي يعني، وهلا بنحط هذا المضربان الثاني. هذا بده 2. لا هلا على اساس انك انت ايوه كنا اصحاب. اوف اعطوني محرمه. هذا ما جاب علي ينفتح. معاناة تمضيها في الصيام. معقول خيرنا ارتحال الأخير. يلا شطور. بدون مساعدة. وهي المضربة مثل ما حكينا الثاني. بسم الله. هيك صارت ميتة لا بأس فيها. هلا بنضيف لها المي مشان تتجانس كلها مع بعضها. وهي النعناع معلقة. وآخر شيء السفرجل. بسم الله. وأكيد رح نترك الرأي للجمهور. أين هي أطيب؟ طريقتنا ولا الطريقة الحلبية؟ أنا الصراحة المرة هي أول مرة بدي أجربها. من كتر ما بيحكوا لي عليها إنه الحلبية أطيب كذا ومطبقة من الأرض. عرفت شلون؟ فهالمرة هيك حبيت أجربها. بحط مي لأن هذا الدبس المغلي سميك شوي، فبنحط له مي عشان يتجانس كلياته مع بعضه. كل واحد مضربان بتحطوا له مضربان مي مقابله مشان تاخذوا مرقة غير شكل. بسم الله. هي وحدة. شوفوا سماكتها. تمام. وهذا وين الثاني مضربان الكبير؟ هذا كمان بنعبيه وبنرجع نفضيه. تعال تعبى عينتكم هلا انت عشان ما ناخذ وقت للجمهور كتير. وهي بنحطها على النار. وهلا باشرت طبخ السفرجلية. شايفين؟ بسم الله. هاي مضربان الثاني صار جاهز. استفدنا منه بشكل كامل يعني، حتى البقايا الدبس البندورة او البندورة صارت في قلبه. بسم الله. بدنا نحط الملح للطبخة ولا لسه بكير؟ هاتوا قولوا لي شو رايكم يا حلبية. راح نحطه. ليش؟ لاني اول شغله اللحمه تقريبا استوت، فنحن بابا بنخاف عليها انه تشد، فبنحط معلقتين طعام او حسب رغبتكم. واذا انتم برمضان لا تكتروا مثل حكيت اليوم يعني، ما بعرف هلا، بس انا بشوف هيك ملح مناسب مشان ما يطلع الاكل مالح ما له حله. نتركه يغلي. هلا بقول لي وين حبة السكر يا ضياء؟ ما هلا بدي احطها.
بعد شوي. رح ننتظر ونشوف كيف رح تطلع معنا السفرجلية، ورح اطبخ جنب منها رز بالشعيرية او رز ابيض او شو ما بدكم فيكم تقدموا، حتى الكبة معقول تقدموها. يطول بالك لا تكتب تعليقك وين البهار. هي البهار نسيناه، بس رحنا جبناه مباشر، يعني تعرف انت حيسس عليك. لا تعمل لي حركات ابو ضياء نسيت البهار، يعني ما اعرفك انا مباشر بتعلق. هلا صارت هيك جاهزة وبنستناها لحتى تستوي. بتعرفوا شغلة، يعني حبة السكر عن جد بتخليها تعقد، وهذا السر والكل بيحكوا لكم عليه، بس انا باكد لكم عليه. معلقة عشان تعدل الطعمة كلها، وهي معلقة كرمال الحبايب. تحريكة خفيفة، ولاحظوا لي بيت السفرجلية طلعت، يعني عن جد القوام واللون يعني انا فاجأني. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هلا صارت عنا تقريبا جاهزة، بس بدي اخلي هيك تقرض مع السكر شوي، وراح اسكب الرزات. نحن طبخنا من هذا الرز، رز بشعيرية، اليوم بدنا نقدم لكم اياه جنب السفرجلية، وانتو بقى وذوقكم شو بتحبوا تطبخوا، ما في مشكلة. بسم الله. هالرزاية هاي كتير ظريفة الصراحة، يعني أنا عم بشتغل بنوع رز ما شاء الله مرتب كتير، جربته صار أكثر من مرة، رائع جدا. شايفين؟ هاي هيك مشان نقدم لكم إياه شغل مثل ما بيقولوا فنادق. وهي الصحن ومننزله. وهلا صارت جاهزة السفرجلية. ارجعي لي هيك بالكاميرا شوي، ارجعي. لسه لزقانة بالطبخة، صايمة ما خرجت تفطري يعني، لزقانة فيها، بس شافت السفرجلية عم تنطبخ. تعالوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا، أوه. بسم الله ما شاء الله. يعني أنا بدي ما بقى أحكي طاول، أنتوا لحالكم احكوا، شاركونا آراءكم، شو رأيكم في الطريقة، ومين دايم الدوم بيعملها. بسم الله ما شاء الله. لا المنظر رواية، ما بعرف، كأني لأني أنا الطباخ طلعت ريحتها طيبة، ولا كل الحلايب بتطلع معهم طيبة. ليه جبتي صبتي رز؟ ما خرجنا ناكل. طبق اليوم هو السفرجلية وجنبها رز، وإيش ما بدكم تعملوا، يعني حسب أنتم وذوقكم شو بتحبوا. لهون صار الفيديو جاهز، بتمنى ينال إعجابكم. كان معكم الشيف أبو ضياء الدسوقي، ومن خلف الكاميرا زوجتي أم ضياء، وأهلا وسهلا فيكم، ومن عايد عليكم ونبارك لكم بالشهر الفضيل. السلام عليكم.